السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله من عجينة واحدة هنعمل كذا شكل مختلف. وعلى فكرة كل شكل بيديكي تحس ان هو طعمه مختلف عن التاني برغم ان هي عجينة واحدة. واللي شجعني ان انا اعمل كده، النهاردة كنت عاملة جبنة وطلع منها الكنز اللي مش ممكن ترمي ابدا. طلع المخبوزات تحفة. مقاديرنا مفيش ابسط منها: دقيق، سكر، خميرة، شوية سمنة، والمصل بتاع اللبن ده او الشرش بيسموه شرش. طلع حاجة كده من الاخر. اول حاجة انا حطيت في العجان بتاعي 3/4 كيلو دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، وبعد كده هحط عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر. دي كلها المواد الجافة بتاعتي. طبعا مهم قوي اللبن. وبعد كده حطيت بيض البيض دوت مش يعني تحطيه ما تحطوش مش شرط، بس عشان انا هستعمل الصفار فحطيت. عشان ادهن بالوش حطيت بالبياض. العجينه بجد لما بتعمليها بالميه بتاعه اللبن بتطلع من اللبن بتبقى تحفه. طبعا انا ما حطيتش ملح لان وانا بعمل الجبنه بحط شويه ملح بساط كده في اللبن، فعشان كده عملت حساب ان الميه ديت فيها نسبه ملح. هبدا انزل بالميه واحده واحده، طبعا تكون دافيه هدفيها. اخد مني كوبايتين ونص اللي هو المج بتاع الشاي الكبير. هبدا بقى اعجن لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اللي احنا متعودين عليه في المخبوزات، سواء بالعجان سواء على ايدك سواء بالمضرب. بناخد عجينة 10 دقايق عشان تطلع لي عجينة ممتازة. بعد ما احس ان هي كده بدأت تلين معايا هنزل معلقتين زبدة او سمنة، تدي قوام حلو قوي العجينة. خلاص بعد ما وصلت للقوام ده انا هبدأ اخدها من العجان، وبعد كده احطها في بولة ادهنها بشوية زيت كده واسيبها تخمر. بعد ما خمرت ابدأ بقى اشكلها. انا هقطعها على 4 قطع كبار، وبعد كده اشوف هعمل ايه. امسك بقى كل قطعة واقطعها كور، اقطع كور صغيرة واقطع كور كبيرة. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ولا طبعا عيني ميزان. بعد ما قطعتهم كمية هنا كبيرة وهنا صغيرة، هاخد بقى واحدة واحدة افردها واعملها الشكل اللي انا عايزاه. اول واحدة اعملها الكور العادية بتاعتنا. هبدأ احشيها مجموعة من الجبن على طماطم على فلافل اللي انت عايزة تعمل الحشو دوت لعبتك انت. الجبنة اللي انا عاملاها الجبنة البيضة، ابدأ احط عليها مجموعة جبن اللي هي ميكس جبن رومي على شيدر على موتزاريلا، وبعدين احط طماطم وفلافلة وهبدأ اقفل العجينة بتاعتي بالمنظر اللي شايفينه ده. اقفلها كويس جدا عشان متفتحش مني في الفرن. اكون طبعا مجهزة صاج مدهون، وابدأ احط عليه المخبوزات بتاعتي المنظر ده واحطها في الصاج، واعمل شكل تاني مختلف عنها. انا هعمل هنا ايه بقى؟ هعمل المناقيش بالزيت الزيتون والزعتر. عندك لحمة مفرومة حطي، ميكس جبن حطي، زيت زيتون وزعتر بس براحتك. طبعا بخرجها بالشوكة عشان مش عايزة تنفش في الفرن. ادينا بعد كده زيت زيتون، بحبها ايدك شوية كده بالزيت لان بيدي طعم حلو قوي، وبعدين هرشها بقى بالزعتر. خلصنا عشان كده احطه في الصاج. هجيب بقى التانية، هبدأ دي كلها من الصغيرين. هبدأ ان انا افردها واعملها هنا ايه ميني بيتزا. احط هنا الجبنة وبعدين طماطم وفلفلة واحط ميكس جبن، وبرضه احطها في الصاج بتاعي. قلت الحشوات دي لعبتك اللي انت عايزاه احشي. الشكل الرابع هبدأ افرد كرة من الصغيرة يعني طويلة كده بالمستطيل، وابدأ احط برضه مجموعة من الجبن والفها رول. انتوا شايفين المنظر دوت.
طبعا كل شكل عملت منه كذا واحدة، مش واحدة فقط لا غير يعني. خلاص كده تمام. هبدأ بقى أجيب من الكبار وأفردها مستطيل، وأبدأ أحط على الجنبين ميكس جبن هنا وميكس جبن هنا. ليه على الجنبين؟ لأن أنا هقسمها من النص عشان أعمل جنب من الضفيرة. كل قطعة من دي هعمل إيه جنب من الضفيرة لغاية ما أجيب واحدة تانية وأعملها، بحيث إن يبقى عندي 3 قطع اللي أنا هلفهم ضفيرة. أبدأ أقفلها كده من الجنبين، أقفل كويس جدا عشان متفتحش معايا في الفرن. بعد ما خلصتهم هبدأ أجيب ال3 وأبدأ إن أنا، طبعا الضفيرة يعني كلنا بنعرف نضفر كأني بضفر شعر بنتي يعني. هتطولي عن كده براحتك، لو ممكن تكبري العجينة وتطولي عن كده. ده بعد ما خلصتهم طبعا عملت أشكال تانية، عملت شكل قطايف وشكل اللي هي شكل القطايف المفتوحة من فوق دي. طبعا الفرن عندي بقى ساخن على قبلها ب10 دقايق على 180 درجة. قعدت بالظبط 15 دقيقة وطلعت بقى عندي مخبوزات تحفة. وفعلا سبحان الله كل شكل اللي أنا عملته تحس إن طعمه مختلف عن التاني بالرغم إن كلها عجينة واحدة. شو الشكل ده جميل جدا، تحفة. دي جميلة ما شاء الله، طعمها كان خطير. شوف الجبن فيها عاملة ازاي، ومورقة من جوه في منتهى الجمال. ودي باقي المناقيش بتاعتنا، طعمها كان تحفة، خطيرة خطيرة بجد. الزعتر عطى طعم حلو قوي. دي اللي عليها ميكس جبن، ودي البيتزا الميني بيتزا بتاعتنا، ودي اللي شكلها قطايف. شوفي اشكال كتير. الشكل اللي انت عايزه تعمليه اتفنني بقى براحتك فيه. ودي الضفيرة بتاعتنا، شكلهم حلو قوي والطعم بتاعهم كان خيال. بألف هنا وشفا.